افضل لاعب في تاريخ دوري ابطال اوروبا، اول واحد طلع عندنا هو فينيسيوس جونيور. فينيسيوس جونيور على ما اعتقد عنده 2 دوري ابطال اوروبا، لكن ضمن افضل 10 في التاريخ لا، اللي مركز 10 فينيسيوس. سيرجيو راموس اللي هو عنده 5 دوري ابطال اوروبا على ما اذكر. خلي رابع لان ما اعرف منو راح يطلع لي قدام. لوكو مودريتش خليه ثالث، اسطوره لوكو مودريتش. وين رونالدو؟ خليه تاسع. دوري ابطال اوروبا 1 سنه 2008. اندريس انيستا، يا اخي انيستا ما اعرف منو راح يطلع، ما اعرف، خلي خامس. ليونيل ميسي انت هنا الوحيد بالمركز ثاني. ستيفن جيرارد ثامن، مفروض 10 ويا سيدورف سابع. المركز الاول محجوز لكريستيانو رونالدو الصراحه، فاذا طلع لي كريستيانو، اذا ما طلع هذا الترتيب تشافي هرنانديز. هذا الترتيب مثل ما طلع لكم هو الافضل 10 لاعبين في تاريخ دوري ابطال اوروبا، لكن كترتيب اساسي هو مو اساسي، انا حسب اللاعبين اللي طلعوا لي. اما الافضل في فهو كريستيانو رونالدو الاول، والثاني ليونيل ميسي، اللي وراه هو مودريتش، توني كروز، راموس، لاعبين عده، انيستا. يعني مثل هذا الترتيب، لكن حسب اللاعبين اللي طلع لي هذا اللي هو افضل 10 لاعبين. انتم اكتبوا لنا افضل 10 لاعبين او الافضل لاعب في دوري ابطال اوروبا وفي تاريخ دوري ابطال اوروبا.